السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده مفتاح مهم جدا لكل ميكانيكي من ميكانيكي التوك توك. المفتاح ده وأهميته بالنسبة لنا للموديلات اللي هي 2019 2014 وانت طالع. ليه بقى؟ لأنهم حطوا فبرة ودفنوا لنا الفرش، فما بقاش الفرش واضح من الفبرة، فاحنا هنضطر نعمل مفتاح بفكرة جديدة، يعتبر فكرة عبقرية لعمل المفتاح. الفكرة عبارة عن ايه؟ احنا الماسورة دي جبناها، هي عملنا الشطف وجهزنا الماسورة. بتبقى بالوضع ده، بتكون قطر الصامولة قدها بالظبط، تكون دي قد ده كده الماسورة، وادي الصامولة بتاعت الفرش بتاع التوك توك تكون قدها بالظبط. يعني بنجيب المقاس ده عبارة عن 2 بوصة، علشان تبقى على قد إن الماسورة دي تخش في الفراغ بتاع الصامولة. دي صامولة الفرش بتاع التوك توك، كلنا عارفينها. الصامولة اهي بتاعت فرش التوك توك اهي، دي صامولة سليمة وكل حاجة وحية، فاحنا هناخد عليها المقاسات. هنبدأ نعمل بالصاروخ وشغلنا وننضفه. كده احنا بدأنا نوضح الحرفين بتوع الصامولة. كده المفتاح ده ميزته ايه بقى؟ ان هيشتغل في الاتجاهين. هتركب الصامولة دي فيه، لما بنركب الصامولة بالوضع ده هنقدر نحل كده. طيب هيبدأ الجانب ده اهو، الجانب ده مع الجانب المقابل واخد حرف، هيبدأوا يدون لحل في الاتجاه. طب لو انا حبيت اربط، هبدأ بالجانب العكسي. عملت انا الفكرة دي بحيث ان يبقى عندي 2 ويبقى فيهم عزم وما يبقاش شوكة، كده ركبنا الصامولة اهي، مفتاح ضغطة خفيفة، ركبنا الصامولة فيه اهي. يبقى ده اصبح مفتاح اتجاه، كده هيربط معايا، هتحل برضو في الاتجاه ده. بنروح تقبيل هنا توب ومركبين الدراع واخدين الارتفاع، بيبقى مسافة الفرش بتاعتي كافية ان احنا نركبه هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء في أدوات أخرى ومعدات أخرى من أبسط الأشياء ومهمة وضرورية.